الحب إذا كان صادق قادر إنه يكسر أي حواجز ويهزم أي تحدي. قصة الحب النهاردة مليانة تحديات ورفض وإصرار. هي قصة حب الزعيم عادل إمام وزوجته هالة الشلقاني. أنا الزعيم. قصة بدأت بصدفة غريبة من شباك الجيران، لكنها قلبت حياتهم كلها. المفاجأة مش الزعيم اللي كان ورا القصة دي، هالة هي اللي طلبت إيده، وهو كان ضد فكرة الجواز أصلا، لكنها ما استسلمتش وتحدت الكل واتجوزته كمان من ورا أهلها. تعالوا نعرف إيه الحكاية دي اللي كسرت كل القواعد، وإزاي الحب ده صامت بقوة لغاية النهاردة في حكاية حب مع إيمان القصاص. قال لي كده، قال لي انا اللي اصريت ان احنا نتجوز. ما اعرفش كشاب وبيخاف وبيخش كتجربه جديده ومسؤوليه. هو في يوم من الايام قال لي انا ما بفكرش بالارتباط. اول ما عرفتها قلت لها احنا مش هنتجوز، يعني هنبقى صداقه يعني. فقالت له اوكي، فاتجوزنا بعد سنه. وبعدين بعد ما اتجوزنا قلت لها احنا مش هنخلف، يعني لان انا مش من يعني من انصار اللي احنا عشان يعني ملوش لازمه. فرحت مخلف جايب رامي. فبعد ما خلفت جبت رامي، فقلت لها طب كويس، يعني ابن واحد ولد واحد كفايه، لان انا مش من طبيعتي الا انا يعني يبقى يعني عشان نقدر نعيش حياتنا كويس. فرحت مخلف ساره. فبعد ما خلفت ساره ورامي قلت لها كويس قوي، يبقى ولد وبنت، يبقى شيء ظريف جدا وجميل جدا يعني، وما نتحملش عشان كمان نقدر نعيشهم كويس. فرحت مخلف محمد. الحكاية بدأت من عند بيت المؤلف والمنتج المسرحي سمير خفاجة. وسمير خفاجة للي ما يعرفوش هو مؤسس فرقة الفنانين المتحدين، واللي ساهمت في ظهور عدد كبير من النجوم المهمين زي أحمد زكي وعادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي. نرجع لحكايتنا. كان عادل إمام بيسهر دايما عنده مع عدد من فنانين المرحلة دي، وفي يوم عادي وهم سهرانين فتح شباك الشقة اللي جنبهم بحوالي متر، طلعت منه بنت جميلة جدا. كل الموجودين حاولوا يعكسوها ويلفتوا انتباهها إلا واحد بس، الزعيم. هالة لاحظت إنه الوحيد اللي معكسهاش، وده لفت انتباهها وسعت إنها تتعرف عليه. وعادل كمان في نفس اللحظة أعجب بيها وخد سمير خفاجة على جنب وسأله عليها. عرف منه إنها بنت من عيلة أرستقراطية وعايشة في الشقة اللي جنبه مع جدتها. ومن هنا بدأت الرحلة اللي استمرت لغاية النهاردة. اتجوزت بقى وهو حبينا بعض انا وهالة. ده الحب الحقيقي. ده الحب الحقيقي، ولو رجعت الايام تاني هختار الست دي برضه. هالة الشلقاني ست قوية وجريئة وعارفة تختار اللي هي عايزاه، وبعد فترة صغيرة من تبادل الإعجاب بينهم اتقدمت لعادل إمام، وهو كان رافض فكرة الجواز تماما، لكن هي أصرت على قرارها وأقنعته بالجواز. عادل إمام راح يتقدم لها بعد ما أقنعته بالجواز، ولكن واجه المشكلة الكبيرة، رفض عيلتها الجواز وقالوا له مش هنجوز بنتنا الكومبارس، على الرغم إن عادل إمام في الوقت ده كان فنان معروف وكان له مستقبل باهر في عالم الفن. لكن عيلتها كانت عيلة أرستقراطية وما كانوش عايزين بنتهم تتجوز فنان. أنا الزعيم الأباصيري، في اسكندرية مفيش غيري، قبطان ومستني سفينة، بمشي على المية الهينة، يا أبلة بقى روحي فرقينا، بلاش يا حلوة ترباسة. رفضت هالة قرار عيلتها وصممت على اختيارها واتجوزته من وراهم. في حوار خاص لعادل إمام مع هالة سرحان في برنامج هالة شو، حكى الزعيم عن خوفه من فكرة الجواز وقال أنا ما كانش الجواز في دماغي، ولكن هالة هي اللي اتجوزتني، ولو رجع بيا الزمن هتجوز نفس الإنسانة دي تاني. وقال هالة هي شريكة حياتي وسندي الحقيقي وكمان شريكة نجاحاتي. وسأل الأستاذ مفيد فوزي عادل إمام في أحد برامجه عن سر نجاح العلاقة دي، فرد عليه وقال له السر هو إننا نعرف قيمة بعض كويس وكل واحد فينا بيدعم التاني. احنا اتجوزنا من ورا اهلها، ودين لهذه السيدة بحاجات كتيرة جدا جدا. اهتمت بتربية الأولاد، علمتهم كويس. أنا كمان تدخلت في المسألة دي لأن أنا من أبناء الطبقة المتوسطة.
الطبقة المتوسطة ليها أصول وليها جذور. وفرت هالة البيئة المناسبة لعادل إمام إنه يقدر يشتغل ويقدم لنا أجمل الأفلام وكمان المسرحيات اللي بنستمتع بيها كل ما تتعرض. أنا اللي هزيت التاريخ جامد وطلعت بركانه اللي كان خامد فكر الثورة البيضة والحمراء والصفرة والخضرة. أنا الزعيم المستديم، أنا الزعيم المستديم. وكمان خلت حياتهم الشخصية وحياة ولادهم المخرج رامي إمام وسارة والممثل محمد إمام بعيدة عن الأضواء. ومرة حتى كنت عنده في المسرح وبتفرج على الألبوم بتاع فيلم الإرهابي، لقيت صور غريبة قوي وكده، يعني حسيت إني مرعوبة. قلت له أنت فعلا هتعمل الفيلم ده؟ بلاش. فراح قايل لي لا أنا هعمل الفيلم دوت وأنا لازم أعمل الفيلم دوت. الحقيقة بعد ما شفت الفيلم حسيت قد إيه الراجل دوت عظيم وليه مواقف تحترم، ويعني حسيت فعلا بشخصية يعني عظيمة. قصة عادل إمام وهالة الشلقاني بتقول الحب الحقيقي قادر على تخطي أي عوائق، والإصرار والدعم والتفاهم هم مفتاح أي علاقة ناجحة. هم كمان نموذج يثبت إن الاختيار الصح يقدر يغير حياة الإنسان للأفضل. الأسبوع الجاي قصة حب جديدة، استنوني.